تعال نفترض كده مع بعض ان ايران عندها نووي فعلا وقررت تستخدمه. اول حاجه انفجار شديد جدا ودرجه حراره توصل لملايين، والناس اللي في محيط من 3 ل 5 كيلو متر 100% هيكونوا ميتين. مش ميتين بس، دول هيتبخروا، وده معناه ان القنبله لو اتضربت في مكان حيوي فيه سكان فانت هتلاقي عشرات الالاف من الضحايا في لحظات، وطبعا المكان كله هيكون عباره عن كتله من النار. بس احب اقول لك ان الانفجار ده مش بيشكل غير 40 ل 60% من طاقه القنبله. الله، امال الباقي بيروح فين؟ الباقي يا سيدي بيظهر على شكل موجه انفجاريه، وده مداها بيوصل لعشرات الكيلومترات، وضغط الموجه دي كفيل انه يهد بيوت ويخلع اشجار ويمزق انسجه واعضاء حيويه في جسم الانسان، وفي الغالب برضه هيكونوا راحوا مع اللي قبلهم. ده كله بقى غير التاثيرات اللي هتظهر مع الوقت، زي مثلا الاشعاع النووي اللي بيسبب نزيف داخلي وتلف في الانسجه، وده هيأثر على الناس اللي بعيد عن الانفجار والموجه الانفجاريه. ده بالاضافه للغبار الاشعاعي اللي هيمتد لمئات الكيلومترات وهيسبب في تلوث بيئي وسرطانات وتشوهات.